السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الرز بالخضار. أتمنى يا حبايبي إن الطريقة النهاردة دي تعجبكم. هي وصفة بسيطة وخفيفة. والرز بتحس إن هو كده، يعني بسم الله ما شاء الله طعمه تحفة. اتمنى يا حبايبي ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة. هنجيب يا حبايب قلب حلة ونحط فيها معلقتين 2 سمنة. ايدنا على الحلة دلوقتي يا حبايبي. هنحط كمان معلقتين زيت. هنستنى لما السمنة بالزيت تقدح معانا ونشوف هنعمل ايه. اتمنى يا حبايبي ان الطريقة دي تعجبكم النهاردة. السمنة قدحت معانا يا حبايبي، هننزل ببصلة كبيرة مقطعينها. هنقلبها يا جماعة عشان تدبل معانا. احنا مش هنديها لون، يا دوبك مجرد ان البصلة تدبل بس معانا. هنحط كمية بسيطة كده من الملح عشان تساعد ان البصلة تدبل، بتسرع من عملية تتبيل البصل. هنشوح بقى في البصلة كده يا حبايبي، من وقت للتاني كده بنقلب فيها. بدأت تدبل معانا حبة اهيت. معانا معلقة كبيرة كركم، ليمون مجفف واحدة، عود قرفة. هنقلب بقى يا حبايبي التوابل ديت عشان تتشوح معانا مع البصلة كده وريحتها تطلع معانا. الرز بالخضار ده يا جماعة حلو كده وخفيف، وتحسوا ان هو طعم اكلته كده يعني حلو. معلقة كمون صغيرة، معلقة بابريكا، معلقة من بتاعة التوابل يا جماعة، نص معلقة فلفل اسود. هنقلب برضو التوابل دي برضو، نشوحها كده عشان ريحتها تطلع معانا. اهم حاجة الخطوة بتاعة تشويح التوابل دي يا جماعة، اللي بتدي طعم حلو للرز. هنحط 3 ورقات لوري يتحمصوا برضو معانا كده. صلوا على النبي يا جماعة. قرنين 2 فلفل احمر بارد، وقرن اخضر، وقرن شطة صغير كده حامي. عفوا يا جماعة. هنقلب الفلفل معانا كده عشان يدبل معانا في مرحلة التوابل دي ويشرب من التوابل. واحدة شوربة دجاج اختياري. نقلب برضو كده لحد عشان قيمة دقيقة واحدة عشان الفلفل يدبل معانا شوية. معانا يا حبايب قلبي بسلة وجزر متفرز، قيمة ربع كيلو بسلة وكوباية جزر. هنشوحهم برضو مع التوابل كده والبصلة عشان يشربوا من ريحة من التوابل وطعم التوابل. خلطة الخضار دي يا جماعة رهيبة في الرز. تحسوا كده ان هو ايه، فيه فيتامينات كتير وحلو مفيد. احنا برضو مستمرين في تشويح الخضار اهوت. نقلب فيه كده. اهو يا حبايبي، معانا نص كيلو رز مصري مغسول ومتصفي يا جماعة. هننزل بالرز ونشوحه مع خلطة الخضار اللي تحت اللي في الحلة دي. هنقلب جامد بحيث برضو ان الرز يتشرب من الخضار ومن التوابل. نشوح فيه شوية اكتر كده، قيمة 5 دقايق يا جماعة.
عشان خطوة التشويح للرز اللي بتخلي نتيجته الاخرانية بتبقى حلو. شوحنا فيه كتير يا جماعة، بقول لكم ان هو مفلفل في ايدينا. هنحط مقدار المية قد مقدار الرز اللي احنا معايرينه يعني. اتمنى يا حبايبي ان الطريقة دي تعجبكم النهاردة، واللي يعجبوا الفيديو يعمل لي اشتراك ولايك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. اكتبوا لي كومنت حلو. واللي اول مرة يشوف قناتي يا جماعة يعمل لي اشتراك. حطينا نسبة المية المعقولة هي للرز. هندوق الرز كده علشان ما حطيناش غير شوربة الدجاج. حطينا الملح يا جماعة، ظبطنا الحدق بتاعه. هو دلوقتي ختم معانا واستوى معانا اهو يا جماعة، ميته مظبوطة وبسم الله ما شاء الله. مفلفل معانا، ما فيش حباية ماسكة في حباية اهي. اتمنى ان طريقته النهاردة تعجبكم يا جماعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.